السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل متابعين وأرق متابعين، أهلا بيكم في جولتنا النهاردة يوم الأحد. النهاردة اللي هو سوق الوكالة. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنبدأها بالحاجات الاستانلس، صواني الاستانلس وفي حلل الاستانلس. كل حاجة ليها سعر. الحاجات دي جديدة وممكن فرشة يبقى فيها حاجات جديدة وفيها حاجات مستعملة ممكن في الوكالة، وفي حاجة في فرشة فيها حاجات جديدة خالص، وحاجة وفرشة فيها حاجات مستعملة، يعني على حسب. الحاجات دي زي ما انتوا شايفينها اهي بحالتها جديدة. ممكن يكون فيها جديدة وممكن يكون فيها ديفو، وممكن جديدة وما يكونش فيها ديفو، وكل حاجة على حسب سعرها. وهنا يعني ممكن الحلة الستانلس في 200 وشوية وفي أقل وفي أكتر على حسب حجم الحلة، بس بتبقى تقيلة. اللي بيميزها عن بره إن هي تبقى الحلة تقيلة. وهنا برضو الست ديت عندها حاجات، برضو عندها الصواني هي الستانلس ديت بتبقى قاعدة جوه ال الساحة اللي هي بعد زاك السماك اللي الجديدة اللي اتلمت فيها اللي لموا فيها البياعين، بعد زاك السماك عند الكوبري. والعبايات دي بتبقى عبايات خليجي، بتبقى ب175. هي مستعملة، فيها حاجات جميلة جدا وفيها حاجات برضو يعني نص نص. يعني انتوا عارفين طبعا السندات فيها حاجات حلوة وحاجات يعني، فانتوا بتختاروا احلى ما في الاستندات. لكن هي عبايات حلوة، خامتها حلوة خليجي، بس هي مستعملة استعمال يعني ايه، في منها استعمال خفيف خالص كده يعني. زي ما انتوا عارفين نظام الاستندات في الوكالة. وهنا الستاير ديت كانت ب65 وب45 وب55، وعاملة لكم فيديو كامل عن الستاير، يا ريت ترجعوا له. هو فيديو مش منزلاه من بعيد، هتلاقوه على القناة، أتمنى تشوفوه. لازلنا مكملين في جولتنا. بصراحة ستاير جميلة، الكاميرا ظلموها. هو دوت من ناحية الكورنيش قبل ممر الشبيكة. وهنا الكوتشيهات ديت في منها ماركات على فكرة. الكوتشيهات دي بيبقى في منها ب120 وفيها أقل في أكتر، كل حاجة على حسب سعرها. بس بيبقى فيها الكوتشيهات دي بيبقى فيها ماركات وفي فروشات تانية بتبقى أحلى من الكوتشيهات دي كمان. أنا صورتها لكم كذا مرة، ارجعوا للفيديوهات برضو هتلاقوها. وهنا الحاجات دي أدوات منزلية في الساحة اللي هي اللي بعد زكي السماك، الجراج دوت اللي البياعين كلهم قعدوا فيه، وفي منهم بره وفي منهم جوه. الحاجات دي ادوات منزليه زي ما انتوا شايفينها، دي جديده، بس هي كرتونه بس اللي هي ايه، كانت مفتحه. بس انا ما سالتش على الاسعار علشان صاحب المكان ما كانش موجود، فانا صورت لكم منظر كده، لقطه كده يعني عشان تعرفوا ايه الموجود هناك. وهنا السجاد دوت، السجادة دي كانت حوالي ب1000 وشوية. سجادة تقيلة وكبيرة زي ما انتوا شايفين كده، خامتها جودتها عالية. انتوا عارفين طبعا السجاد غلي لأضعاف أضعاف، يعني دي كانت ب500 وشوية قبل ما الحاجة تغلى. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة والله. وعنده مشايات دوت برضو ناحية الكورنيش، في دخلة ممر الشبيكة اللي هو عندهم بقى الفنادق اللي هي الملايات وكسوة الكورات المراتب والكلام ده كله. وبرضه دي تقيلة جدا، دي بقى محدش يقدر يغسلها، دي تروح المغسلة. عنده خامات نظيفة. وهنا القماش ده بيبقى يوم الحد في ب40 وفي ب50. في كان بيقول كان في قماش على قطيفة كان ب52، والناس قالوا له لأ ب40، بتفاصلي معاه. في بينزله وفي ممكن مرضاش ينزل لو أرخص من كده. وبقى الناحية التانية برضه بيبقى في حاجات يعني حاجات محطوطة على جنب، 25 ب30، 35 كده في الرينجات ديت يعني. بس بتبقى خفيفة شوية، بس بتبقى خامتها حلوة مش وحشة شغالة. بس هنا بيبقوا ب40 و50 المتر من هنا. وهنا الهدوم ديت كانت ب20 أو 25 حاجة زي كده.
جوه الجراج جوه الساحة برضو اللي البياعين راحت فيها، المكان اللي هو اللي اتنقلوا فيه من قريب يعني، من كام شهر كده. في حاجات بحالتها خالص، وكانت الناس واقفة كتير، وهو كان عمال يفتح ويرمي، فالناس كانت بتستناه يعني لما يدي يعني نعمل يفتح وينزل الهدوم اللي معاه، اللي بتبقى في الشوالة اللي بتبقى جنبيه أو الزكايب. بيبقى فيها عبايات. بص العبايات دي يعني ب20 أو 25، ايه يعني ولا أي شيء. ده في حاجات أنا مسكتها حاجات جديدة، بيبقى في حاجات جديدة بحالتها. الناس كانت ساعتها كانت واقفة زحمة مع حاجات لقطة، يعني اللي عنده سن محير أو أطفال أو هو يعني واحدة في البيت في عبايات برضو. بص الناس كانت عمالة تنقي. حبايبنا بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، عشان الفترة اللي فاتت ديت المشاهدات ما كانتش يعني صراحة ما كانتش عجباني خالص، مش زي الأول. فاديكم معانا كده عشان ان شاء الله القناة تترفع. انتوا عارفين ان احنا بنتعب في الفيديوهات جدا جدا، فاحنا مش عاوزين غير اللايك والاشتراك، احنا مش عاوزين غير كده منكم. وطبعا متابعة الفيديوهات عشان لما يجيلكم اشعار اول باول تشوفوا الفيديوهات اللي احنا بننزلها. الله المستعان. ولازلنا مكملين في جولتنا. جولتنا مليانة بالحاجات، وبالحاجات الموجودة تبقى يوم الحد. في حاجات موجودة يوم الحد مش موجودة في أي يوم غير اليوم دوت على فكرة. لكن طول الأسبوع اللي هي شغالات الاستندات الهدوم ومحلات الهدوم برضو شغالة طول الأسبوع. لكن اللي هي الشنط ديت بتبقى يوم الحد وساعات يوم الجمعة، بس أنا مشوفتهاش يوم الجمعة قوي غير حد بسيط يعني. لكن يوم الحد هما بيبقوا قاعدين صراحة. يوم الحد دوت بيبقى مليان بالحاجات وكده، وحاجات التجميل والصبغات والمكياج كده يعني. ده بيبقى يوم الحد، فاللي عاوز يروح يروح بدري عشان تلحقوا الحاجة قبل ما تتنقل وتتاخد. بيبقى ساعات في حاجات لقطة والله في هناك، فاللي عاوز يروح يروح بدري أحسن يعني. وهنا المكان بتاع الكفرات اللي هو في ممر الشبكة، اللي بقى عندهم بواقي الفنادق، وعندهم برضو حاجات جديدة. الحاجات دي جديدة، وساعات بيبقى منزلين البرناصات اللي هي بواقي الفنادق والملايات. بيبقى عندهم حاجات جديدة وحاجات اللي هي البواقي بتاعت الفنادق. لكن النهاردة اليوم ده كنت شايفة حاجات جديدة. وهنا بتاع الانتيكات، هنا الشمعدانات دي كانت ب150، كانت ب120، غليت بقت ب150. والحاجات ديت الانتيكات هو ممكن يبقى واقف عند زكي السماك، وممكن يبقى واقف بعديه بشوية قبل جراج الوكالة، يعني هو بيبقى في المنطقة ديت. وهو راجل طيب صراحة. وهنا العبايات اللي هي بتيجي من دول الخليج. كانت الحاجات كانت الصبح كانت بتقول كانت بتبيعها ب75، وقبل الظهر بشوية كانت بتبيعها ب65. وعندها المقاس الكبير
ب100. بس المقاسات الكبيرة قليلة على ما شفت، لكن المقاسات اللي هي يعني حد مثلا جسمه أرفع كتيرة. الأحجام اللي هي الأحجام الجسم يعني الرفيع دوت بتلاقي منه العبايات كتير هناك عندها، قصدي العبايات عندها. ولازلنا مكملين في جولتنا. صراحة يوم الأحد بيبقى فيه حاجات جميلة جدا، وكمان حاجات المنظفات وحاجات أدوات التجميل والكلام ده كله. يعني بتبقى جميلة جدا يوم الأحد وبأسعار كويسة. انتوا عارفين طبعا إن حاجة المنظفات غليت، لكن حاجة التجميل بتبقى رخيصة في سوق الحد. والصبغات، يعني الصبغات بتبقى جميلة جدا. العلبة بس هي اللي بتبقى فيها يعني ايه زي قطع، زي مهرية شوية، يعني فيها دفوهات. لكن الصبغة من جوه كويسة، وبتبقى طبعا أرخص من الصيدلية بكتير، يعني يعتبر أقل، يعتبر النص أو أقل. هي بس عشان الكرتونة بتاعتها بتبقى فيها دفوهات، عشان كده يعني بيبيعوها، ممكن يكونوا بيبيعوها بالتمن ده عشان كده. لكن هي من جوه يعني كويسة. وفي حاجات كتيرة جدا في سوق الحد بتبقى حلوة. المعالق والاستانلس، حاجات الاستانلس زي ما هنشوف المعالق دلوقتي. المعالق ديت الواحدة كانت حوالي ب5 أو حاجة زي كده. الحاجات دي كانت تقيلة. أنا كنت بصور قبل كده اللي هي 3 ب10، كانت خفيفة شوية، وكان في منها حلو برضه، مش وحش، مش بطالة. الحاجات دي تبقى ممكن تكون في بواقي الفنادق أو محلات، الله أعلم، بس كويسة.